غادي ندير معكم واحد الفلان تيجي واعر بزاف وطريقة بسيطة جدا. بطبيعة الحال السلام عليكم. هنايا عندي واحد المول اللي درت كريم كراميل. السكر كيف العادة تنديرو فوق البوطة وتبدا تنحركو حتى تيولي على شكل كراميل. خويتو في هذا المول وحاولت انني نطلع عليه الجناب، نطلعو مع الجناب ديال المول باش ملي ندير فيه الفلون ما يلصقش ليا الفلون. كما شفتوا راه طليتو كاع المول كله هو وطلعته مع هاد الجناب تاع الوسط. هنا تنوريكم عندي الحليب، عندي لا كريم فريش، وعندي الكري او الفلون تاع الكراميل، وعندي اللوز اللي هو مقلي ومطحون. هنا خلطت نصف لتر ديال الحليب، نصف لتر ديال الكريمه، كريم لا كريم لا كريم فريش، ضفت هذوك لي دو ساشي ديال الفلون. وهنا تنضيف اللوز. بالنسبه للفلون راه هو تيكون حلو، لهذا انا ما زدتش السكر، واخا جا ناقص شويه في الحلاوه، ولكن هذاك هو القياس اللي تنبغي. بالنسبه لهذا الفلون الصراحه ما نقولش لكم، ما عرفتي، راه واحد المذاق رائع 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 جدا. وغادي نقول لكم حيت حنا 5 الافراد، يعني 5 الافراد وماشي شي وكاله بزاف، سورتو الا كان شي حاجه حلوه. ف كاضافه بغيت نقولها لكم، من بعد ما هذا راه تكال وبقى فيه النص، لانه كاينين حوايج اخرين، وهذاك النص اللي بقى عرفت بلي ما غاديش يعاودوا ياكلوه، مشيت عاود طحنته، زدت فيه واحد الفانيلا وزدت فيه الحليب، جا تيحمق منه عصير ومنه فلون. الصراحه جا واعر. ملي تديروا الفلون تتخليوه على الاقل واحد 6 سوايع حتى يبرد مزيان، يعني باش ما هو تيبرد مزيان، باش ما هو تيتماسك وتيجي زوين. صافي هذا هو الفرون ديالنا، ساهل ماهل، تيتحضر في يعني بواحد السرعه ولذيذ وبنين. وتنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم، اشتركوا في هذه القناه المسكينه اللي تي محشومه عليكم، وديروا واحد اللايك كصدقه جاريه. تنتمنى لكم رمضان مبارك.